الذي يستمع اليوم إلى القرآن ويدخل القرآن في قلبه والله راح يكره الأغاني. حب الغنى والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان، خصوصا اليوم والأغاني صارت أغلبها سافلة. أغلب الأغاني اليوم مو فقط أغاني، استعراض جسد، اليوم عهر، اليوم الكلام اللي يقال في الأغاني فحش وبذاءة. وإذا عرفت الذي يغني وحاله كيف تستمع له؟ بعض البنات الصغار والله مسكينات عندها صورة المغنية الفلانية والمغني الفلاني ما يدرون والله لو يدرون شنو حال هذا المغني. إحدى المغنيات والأمر كتم عليه، إحدى المغنيات اللي تستقبل في بلاد المسلمين ويحبونها البنات والشباب، سئلت في مقابلة عن كلبيها، عندها كلبين، شنو سميت الكلبين؟ قالت سميت أحدهما أحمد والثاني محمد. قبحها الله. هل نجرؤ بعد هذا نسمع أغانيها؟ يقول لي التائبون من المغنين والمغنيات، يقول يا شيخ حالنا أسوأ مما تتصور، ما نجلس إلا على الخمور. يقسم لي أن الواحد ما يغار على زوجته، ما يغار حتى على زوجته. هؤلاء المغنين والمغنيات كيف نسمع أغانيهم؟ والله ما يستحقون حتى من يحفظ اسمهم، ما يستحقون حتى نقول أسمائهم في المجالس. اليوم مصيبة اللي يشتري أشرطتهم ويربحهم ويحط صورهم، ويحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. تحب القراء تحشر معهم، تحب ما شاء الله شريم واسمع سديس وأحب الحديثي وأتلذذ بالعفاسي وأسمع العجمي وغيره من القراء، هؤلاء الذين أحبهم إن شاء الله تحشر معهم في الجنة يوم القيامة. من أحب قوما حشر معهم. حب القرآن إذا دخل في القلب يطرد كل ما سواه. تعلق بالقرآن والله بنفسك راح تكسر الأشرطة وبنفسك راح ترميها في القمامح، لكن لما يدخل القرآن في قلبك حقا والله أعلم.